انا جايه اقولك هتعرفي ازاي طفلك بيتعرض لعنف جسدي او لفظي بالطرق اللي هقولك عليها دي. اولا هتلاقيه بيتعصب زياده جدا بمجرد ما بقى بيروح الحضانه او بمجرد ما بقى بيروح الجلسات. رقم اتنين هتلاقيه يا بيضرب نفسه يا بيعض نفسه يا بيقول نوتي يا وحش، انت ما بتفهمش، هيقول لنفسه كل ده بمجرد ما تقولي له لا ما ينفعش نعمل ده. هتلاقي على طول ضرب نفسه، عض نفسه، طلع يجري في مكانه ووقف ورفع ايده فوق، قعد يقول لنفسه انت وحش انت وحش انت وحش. كده طفلك بيتعرض لعنف. الحل ايه؟ اولا الطفل بيوصل المرحله دي لما بيكون عنده فقر بيئي او حرمان بيئي، لان فكره التفكير عنده بتكون ضعيفه محدوده جدا، فبيبقى حافظ اول ما يسمع كلمه لا او غلط يعمل حاجه زي دي. فهنزود المعلومات اللي عنده علشان التفكير يبقى عنده افضل من كده. تاني حاجة هنودي جلسات ونبدأ بقى نتعامل مع تعديل السلوك اللي هيظبط لك الجانب النفسي والجانب اللفظي عنده، يخليه يبقى مستوعب اكتر ان كلمة لا او غلط ده مش معناه ان انت وحش، لا او غلط ده معناه ان الحاجة دي محتاجة تصليح. ولو ما اقدرش اعمل الاتنين، عندنا مجموعة حل المشاكل السلوكية بكتاب ومجموعة القصص. واظن انا كده عملت اللي عليا.